أطلقت الحكومة مبادرة المدن المصرية المستدامة، دي بالتعاون مع البنك الدولي. احنا عايزين نفهم يعني ايه هي المبادرة دي وهتفيدنا بإيه؟ هل هي مرتبطة بينا مثلا، ولا دي المدن اللي احنا عايشين فيها بس هيكون ليها طابع خاص؟ يعني الحقيقة احنا محتاجين نعرف تفاصيل عنها، واذا كانت هتفيدنا ولا لا، او احنا يعني نهتم بيها ولا لا. معانا ضيفنا اللي مشرفنا دكتور ياسر شحاتة، استاذ ادارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. يعني خلونا نتكلم على المبادرات واهمية المبادرات الحكومية، لانها في مجالات مختلفة، نواحي مختلفة مرتبطة بحياتنا. ولكن لما نسمع عن هذه المبادرة المدن المصرية المستدامة، يعني عايزين نفهم يعني ايه المدن ديت، وهل هي مدن احنا عايشين فيها ولا دي مدن جديدة ولا ايه بالظبط؟ شوف يا فندم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده لما اتكلم على المدن المصريه المستدامه، ده المبادره دي موجوده او اتكلم عنها معالي وزير التنميه المحليه في مؤتمر المناخ نوفمبر 2022 اللي استضافته الدوله المصريه على ارض مصرنا الحبيبه. كانت هي من الاساس. لما اتكلم على التنميه المدن المصريه المستدامه، لابد ان اتكلم يعني ايه استدامه. الاول لازم اتكلم على التنميه المستدامه. التنميه المستدامه مصطلح طرأ على مسمعنا او على مسمع المصريين في الفترات الاخيره او مؤخرا، واتكلم على كل اهدافه ان يقلل من الفقر. بيقلل من الفقر داخل الدوله المصريه او داخل كل شعوب العالم من خلال تنميه مستدامه وتلبيه احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الاجيال المستقبليه. وفي نفس الوقت بيقلل او بيعمل على خفض الانبعاثات. بيتكلم كمان على خفض المصادر الغير متجدده، وبيوجهنا للمصادر المتجدده زي طاقه الرياح، زي الطاقه الشمسيه، ويقلل من قصه الوقود الاحفوري، ومن خلال الامور الخاصه بالكهرباء. هذا الامر منوط به التنميه المستدامه، وازاي الانسان يعيش مع الطبيعه وليس على حساب الطبيعه. طب المدن بقى في حاجه اسمها مفهوم التنميه المستدامه والمدن المستدامه. المدن المستدامه دي قصتها ايه؟ احنا النهارده بنعيش في التنوع البيولوجي والتغير المناخي، وازاي ان انا اعمل نمو اقتصادي، وازاي ان انا اقلل انبعاثات حراريه، وازاي ان انا اعمل قدره والمرونه على ان ازاي الانسان يتعايش ويتكيف مع التغيرات المناخيه. يعني التغير المناخي هو موجود، لكن انا اشوف ازاي اتكيف مع هذا التغير. بالظبط. وازاي ان انا كمان للدولة او لكل دول العالم، وخصوصا الدول الضعيفة او الدول النامية او الدول الفقيرة، ازاي تحمي مواطنيها من الاثار الناجمة عن التغير المناخي. وفي نفس الوقت اعمل عملية حوكمة في كافة القطاعات الخاصة بالمناخ. يا دكتور، هي ايه قصة اللي احنا بنتكلم فيه بالمدن المستدامة؟ ما هو انا كل ده أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج أعمله. فالدولة المصرية شكلته من خلال المؤتمر، من خلال المدن المستدامة. بتتكلم على نشر الوعي البيئي، نشر المعلومات الخاصة بالتغير المناخي. إذن بدأت عشان أتكلم أو عشان أعمل مدن صديقة للبيئة، ان هي بيكون فيها تقليل انبعاثات حراريه، ان تكون موجوده يعني صديقة. يعني مدن فيها تنميه مستدامه او متحقق فيها تنميه لا، مستدامه. ما هو متحقق فيها تنميه مستدامه. الدوله اساسا بتستهدف التنميه المستدامه 2030. طيب. يعني محتاجه تعمل تنميه مستدامه. تمام. تنميه مستدامه متوازنه. يعني ايه؟ يعني ما بتحرمش اطراف المحافظات او المحافظات المتراميه اطراف الجمهوريه. هي محتاجه تعمل تنميه مستدامه شامله، تنميه مستدامه للعنصر الاقتصادي او البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي. لكن المدن الجديده او المدن المستدامه خليط بين الاقتصادي والاجتماعي، واهمهم كمان لا يقل اهميه عنهم. ولكن النهارده احنا بنعيش في مشكله كبيره تسببت فيها بعض الدول الكبرى، تسببت 80%
من التغيرات المناخيه، وازاي يبقى في درجات حراره اعلى ودرجات حراره ودرجات بروده اكبر من معدلات هائله، حرائق الغابات، الفيضانات، حصل تلوث بيئي، التلوث البيئي. كل هذه الامور الدوله المصريه النهارده من خلال مؤتمر المناخ اتكلمت على مبادره او هتنفذ مبادره اسمها مبادره المدن المستدامه. مدن مستدامه، مدن صديقه بالبيئه، مدن مستدامه عندي في داخلها تدوير مخلفات، شغاله على طاقه الرياح، شغاله على الطاقه الشمسيه، على كل الطاقه المتجدده وليست الغير متجدده. داخل هذه المدن لا يوجد بلاستيك يكون موجود داخل المدن. انا كل اللي انا بعمله ان انا هعمل كمان داخل المدن دي كل الاطار الخاص بهذه المدن تلاقيه كله صحي، نظافه صحيه، مياه صحيه، مياه نظيفه، طاقه نظيفه، تنوع بيولوجي. انا صممت. دكتور يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اعتقد انه مكلف. يعني هنقدر ازاي ان احنا نمول يعني هذه التكلفة ونوصل بالشكل للتنمية المستدامة وتبقى المدن فيها استدامة؟ يعني المبادرات يعني انا النهارده لما حضرتك تقولي مكلف، حضرتك معاكي حق انك تسالي هذا السؤال، وانا من حقي ان انا اجاوب من خلال ايه؟ من خلال لو اتكلمنا على مبادره حياه كريمه في هذا الامر، احنا جبنا فلوسها منين؟ الدوله المصريه عندها استراتيجيات وطنيه مدروسه، وأي استراتيجية وطنية بتضيف للاقتصاد القومي قيمة مضافة. بمعنى ان انا النهارده عندي الموازنه العامه داخل الدوله المصريه، الموازنه يعني موازنه مستقبليه، مع يتعمل حساب هذه المبادرات الخاصه من وزاره الماليه ومن الدوله المصريه. عندنا بعض الامور الخاصه داخل الدوله المصريه اللي تعمل عمليه البالانس، التوازن بين احتياجات الدوله او مواردها، وفي نفس الوقت احنا محتاجين نعمل ايه. مبادره النهارده لما اتكلم حضرتك او الساده المشاهدين او الذهنيه العامه، ما تبصش حضرتك النهارده هو انا هعمل ده منين، لكن بص بكره انا العائد اللي هيدخل لي للدوله المصريه وبالتالي ينعكس على الايرادات الخاصه بالدوله، بالتالي ينعكس يرجع في صوره خدمات صحه وتعليم للمواطن. ازاي؟ انا النهارده لما اشتغل على مدن جديده، واشتغلت على المدن الجديده، عملت 17 مدينه جديده، علمين الجديده، توشكا الجديده، المنصوره الجديده وخلافه. بدات النهارده اشتغل على يعني بعد موازي اخر، ووسعت وابتديت للطرق، وده او المدن الجديده تعتبر العمود الفقري للتنميه المستدامه. فانا النهارده لما اشتغل على وانا عامل حسابي الموارد الماليه اللي الدوله المصريه من خلالها اشتغلت على مبادرات عده، شأنها شأن المدن المصرية المستدامة، شأنها شأن مبادرة حياة كريمة، شأنها شأن مبادرة تنمية الصعيد، شأنها شأن الخاص بمبادرة 100 مليون صحة. المبادرات الكبيرة اللي عملتها وزارة المالية والدولة المصرية اشتغلنا على هذا النسق، للمردود الخاص من خلال هذا النسق هيرجع لي أنا بشكل تاني مختلف تماما من خلال إيرادات الدولة. يبقى أنا ولكن يعني مش مفروض أنه في تعهدات من جانب الدول المختلفة اللي متسببة في تغير المناخ بأنه يبقى في تعويضات للدول المتضررة، وده يعني حتى كان ظهر في الجلسة الختامية. هل ده ممكن ان هو يكون مورد من ضمن الموارد في دخول هذه المبادرة؟ شوف يا فندم، هي المبادرة انا هقول لحضرتك على حاجه. اولا انا لما يكون عندي اولا في دول متضرره من التغير المناخي، واحنا متفقين على هذا الامر، فكان القصه اللي يمكن المنوط بيها المؤتمر كوب 27 في مصر في نوفمبر، كنا بنتكلم على التمويل. اتكلم على التمويل لان فيه 100 مليار دولار من المفروض من الدول الغنيه او الدول المتسببه في هذا الامر للدول الفقيره عشان تحافظ على مكتسباتها ومقدراتها. من خلال ايه؟ من خلال ان النهارده لما يبقى عندي تغير مناخي في بعض الدول، ويمكن حضرتك بتسمعي ان عندها محافظات ساحليه، مثلا على سبيل المثال الاسكندريه في مصر، النهارده لما يبقى في اذابه جليد فالبحر ممكن ياكل جزء كبير من الامور دي. طب هو انا النهارده لما اتحرك انا كدوله بقى اتحرك عشان اعمل بلوك لهذا الخطر،
عشان كده لازم يكون عندي تمويل، لازم يكون عندي أموال. عشان كده أنشأنا وتم إنشاء صندوق المخاطر والتهديدات الناتج أو محصلة التغير المناخي. وارد أن يكون عندي هذا الأمر، ولكن النسق الأساسي في المبادرة بيكون من الدولة المصرية، ومن خلال نفقات الدولة المصرية على أمر بعد كده هيبدأ يكون عندي إيرادات من خلاله. طيب يعني هنقول انه في موضوعات مختلفة يعني هتبقى موجودة داخل هذه المبادرة، هنتكلم بقى عليها بالتفصيل، بس نشوف التقرير مع بعض. تسعى الحكومة المصرية منذ انطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إلى تحقيق العديد من الأهداف للتنمية المستدامة. وتركز الحكومة من خلال المبادرة على تعزيز الحلول المستدامة في المدن المصرية، بالإضافة إلى أهمية إبراز دور المدن في الإسهام في النمو الاقتصادي الشامل، بجانب المواجهة الفعلية للتغيرات المناخية وتطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق الاستدامة متعددة الأبعاد، وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات لتحقيق التنمية المستدامة جغرافياً وقطاعياً. استدامة المدن من أهم العوامل التي يتم العمل عليها لتعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز العمل المناخي ومواجهة تداعياتها السلبية. ويعد البنك الدولي شريك للتنمية في هذه المبادرة وأحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مختلف مجالات التنمية. مبادرة المدن المصرية المستدامة تنطوي على العديد من المحاور والنقاط الهامة التي تعزز جهود العمل المناخي والتنمية في مصر، ومن أهمها إطلاق تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة ونشره، وكذلك إعداد الدراسات التشخيصية للقضايا الرئيسية للاستدامة والتخطيط الحضري وآثار التغير المناخي على المدن. انطلاقا من دور وزارة التعاون الدولي للتنسيق وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتوطيد العلاقات مع الجهات الوطنية، سنعمل على دعم هذه المبادرة من خلال توفير الدعم الفني والتقني في إطار من التكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يعكس التنسيق والتكامل والجهد الموحد والمستمر لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي. مصر خلال مراحل تنفيذ هذه المبادرة وبعدها تتعهد بأن تقود الطريق أمام البلدان الإفريقية وتنقل التجربة للمدن الإفريقية، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد داخل المدن وتمكين الحكومات والسلطات المحلية لدعم جهود التكيف والتخفيف مع تغير المناخ. يعني زي ما قلت لكم في موضوعات مختلفة مرتبطة بهذه المبادرة، يعني مثلا منظومة إدارة المخلفات، فكرة انه السيارات يتم إحلال الوقود فيها للغاز الطبيعي، يعني في حاجات كتيرة جدا مهمة، ويبقى مزيد من الاستثمار ممكن يحدث. يعني ده بالطبع، يعني لما يحصل تنمية في المدن والعواصم، عواصم المحافظات المختلفة، يعني تكون تنمية شاملة بالبلد ككل، ونوصل بيها لرؤية مصر 2030. فنتكلم على بعض من هذه المحاور والمجالات المختلفة اللي احنا هنهتم بيها ونوصل بيها للتنمية المستدامة، زي مثلا تطوير منظومة إدارة المخلفات. إدارة المخلفات وتطوير أو تدوير المخلفات بمعنى أدق. في فرق عشان السادة المشاهدين يبقوا الحتة دي واصلة لهم كويس جدا. في فرق بين التنمية المستدامة ككل شاملة، وفي فرق بين البعد البيئي الخاص بالتنمية المستدامة. المبادرة هنا متعددة الأبعاد أو بتحافظ على أبعاد. بتحافظ على الأبعاد دي، بتحافظ على البعد الاقتصادي وعلى البعد الاجتماعي وعلى البعد البيئي. ولكن لما بتحافظ على البعد الاقتصادي بتحافظ على أن تعمل نمو اقتصادي، وفي نفس الوقت بتعمل منخفض انبعاثات، يعني نمو
بانخفاض انبعاثات. تنميه مستدامه بشكل شامل، انا بعمل نمو اقتصادي، بعمل نمو اقتصادي وبحافظ على البعد الاجتماعي. ويمكن وزاره التنميه المحليه ده المبادره دي امتداد للمبادرات الخاصه بالتنميه المحليه اللي عملت من خلالها تنميه محليه اقتصاديه وتنميه محليه اجتماعيه وتنميه محليه للعنصر البشري. كملت الابعاد بتنميه العنصر البشري او تنميه مدن مستدامه من خلال المحافظه على هذا الامر. هتلاقي حضرتك المدن دي تحديدا لها نسق عمراني محدد. هتلاقي المدن دي لما حضرتك تدخليها مش مدن عادية. المدن دي غير المدن الإدارية الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة وتوشكا الجديدة والعلمين الجديدة. ده أمر وده أمر تاني مختلف تماما. الأمر ده عشان يمكن في التقرير حضرتك بيتكلم إنه يصدر الفكرة لأفريقيا. بالفعل، لأن أنا محتاج أعمل إيه؟ أنا بقول لدول العالم المتسببة في الضرر للدول الفقيرة تدي تمويل وتلتزم بالعهود ال100 مليار، وانا في نفس الوقت عندي مشكلة كبيرة التغير المناخي ومشاكل التغير المناخي. فده حل وسبيل من الدولة المصرية بمساعدة، يمكن التقرير أشار إلى صندوق التنمية والإعمار. بدأ يعمل إيه؟ بدأ يشتغل على نسق. تخيلي حضرتك والسادة المشاهدين، تتخيلي إن المدينة دي أول حضرتك ما تدخليها مدينة مفتوحة. المدينة المية فيها بنسق معين، الطاقة فيها مش طاقة كهربائية، ده أنا بعتمد داخلها على طاقة الرياح، بعتمد داخلها على الطاقة الشمسية. وفرت بيئة آمنة نظيفة، وفرت من خلالها بيئة صحية من مياه نظيفة وطاقة نظيفة. بدأت حتى وسائل المواصلات أو كل ده بيشتغل بأمر صديق للبيئة. وحضرتك بتشوفي بدل البنزين وبدل السولار، لا ده أنا بشتغل بقصة الغاز، بشتغل بالطاقة المتجددة. فبدأ يمكن السادة المشاهدين يتخيلوا هذا العنصر، وده تحديدا تأكيدا. ويمكن أنا رسالة الدكتوراه بتاعتي في التنمية المستدامة وبشكل خاص بالتنمية البيئية المستدامة. هنا لما يعمل لي مدن مستدامة تحديدا أنا بحافظ على مناخ، بعمل بصرف النظر، يعني أنا بعمل تنمية مستدامة بشكل كامل داخل الدولة المصرية بشكل كامل. لكن لما اجي اعمل حاجة، يعني زي في حد متخصص إدارة أعمال، هو الدكتوراه بتاعته في إدارة الأعمال، ولكن التخصص الدقيق إدارة موارد بشرية. طيب أنا هنا عملت المدن المستدامة. إيه المدن المستدامة؟ غير المدن الإدارية الجديدة. المدن الإدارية الجديدة من خاصة بخطة الدولة 2030 الخاص بالتنمية المستدامة الشاملة ككل. لكن لما اجي انا هنا وعندي بعد فني محدد، زي ما اتكلم على بعد مؤسسي يبقى داخل المؤسسات، بعد اجتماعي داخل المجتمع، بعد اقتصادي كاقتصاد بشكل كامل. لكن لما اقول بعد اقتصادي مصحوب بانخفاض انبعاثات حرارية، يبقى انا اتكلمت في البعد البيئي. لما اتكلم عن مدن ادارية جديدة، يبقى انا بتكلم على تنمية مستدامة، حياة جديدة للمستقبل افضل بشكل كبير بساعد من خلاله الاستثمارات. لكن لما اتكلم على مدن مستدامة داخل الدولة المصرية، يبقى انا من هنا صممت أو التصميم أو النسق الحضاري الخاص بتخطيط العمراني في هذا النسق أو في هذه المبادرة. أنا بتكلم على حاجة ذات مواصفات خاصة، من خلال إن أنا لما أدخل ما فيش تلوث بيئي. لما أدخل المدينة، سور للمدينة، لما حضرتك تدخلي تشعري إنك عايشة مع الطبيعة وليس على حساب الطبيعة. يعني الخارج بيلاقي فرق، واللي داخل المدن المستدامة بيجد فرق. لكن الأمر أكثر تأكيدا هو على التغير المناخي. طيب على أرض الواقع يعني ده حصل؟ ده ممكن يحصل بشكل سريع؟ ده حلم ويعني نفسنا يتحقق؟
يعني لا، ده مش حلم نفسنا يتحقق، ده حلم وهيتحقق. ما هو انا هقول لحضرتك على حاجه، عشان احنا في منبر احنا بنتكلم عليه، انا وحضرتك بنظهره جماليات الدوله المصريه من خلال اللي بيتعمل. اي حاجه يا فندم، ويمكن انا اكدت، اي استراتيجيه قوميه بتضيف للاقتصاد القومي قيمه مضافه، والدوله التي لديها اراده واداره حقيقيه تستطيع. المبادره النهارده لو كان حلم صعب تحقيقه ما كناش شفنا التقرير ده، وما كنتش انا جيت لهذا المنبر اتكلم عن مبادره خاصه بتنفيذ على ارض الواقع لتحقيق التنميه البيئيه المستدامه. فعلا هيتحقق. مين المسؤول عن هذا التحقيق؟ مؤسسات الدوله. مين على راس مؤسسات الدوله؟ وزاره التنميه المحليه. مين اللي بيوجه لهذا الامر؟ سياده الرئيس. اعملوا كذا، فبيعملوا كذا من خلال دراسه. يعني المبادرة دي بدأت بأنه أكيد هي حلم وفكرة، وبعدين دراسة وخطة، وبدأوا فعلا في تحقيقها، أو يعني العمل على تحقيقها. بقالنا أسبوع اتكلمنا على المبادرة. أنا متأكد ان المجتمع المصري او القياده السياسيه لا تتحدث في امر غير قادره عليه. فمن هنا النهارده لا هتلاقي عندنا الهيئه الهندسيه، الا انه الدراسه تكون اصلا خلاص كل حاجه انتهت يا فندم. كل حاجه انتهت. ليه؟ لان النهارده ما انا بقول لحضرتك في استراتيجيه للتنميه المستدامه، وفي استراتيجيه لما اتكلمنا على التغير المناخي، وهرجع للتغير المناخي لان هو ده فعلا صلب موضوع حلقتنا من المدن المستدامه. لما اتكلمنا سياده الرئيس لما اتكلم على انه يستضيف القمة 27 داخل الدولة المصرية، ويمكن الدولة الوحيدة من افريقيا اللي اشارت او تقدمت وكان عندها انها مقدمة على انها تستضيف هذه القمة. ويمكن سيادة الرئيس وعد ان في هذه القمة سيكون هناك نقطة انطلاقة او تغير جذري في كافة المشاكل، او المشاكل تعهدات للمشاكل، ان انا ازاي تدخل في اطار التنفيذ. طبعا. ليه؟ لان احنا لما اشتغلنا كان اول يوم عندنا مشكلة التمويل، واتكلمنا عن مشكلة التمويل، ويمكن كان بيرقص هذا الامر معالي السيد وزير الخارجية السيد سامح شكري. بدأ يتكلم اول يوم بعد خطابات، بعد كلمات سيادة الرئيس، وكانت كلمات حادة موجهة دقيقة بتخص قصة التمويل، بتخص ان احنا نخلص منها لصندوق خاص بتمويل برعاية الدولة المصرية والدول الغنية اللي من خلالها للمساعدات الخاصة بالتغير المناخي. بدأنا اول يوم كان يوم التمويل، او هي تعويضات. ما احنا عندنا التعويضات جايه عن طريق ايه؟ جايه عندنا في خسائر وفي تهديدات، زي الصندوق اللي موجود للدوله المصريه. يعني مثلا لو جينا على صندوق مصر السيادي، ده مسؤول عن مكتسبات ومقدرات الدوله المصريه واستثمارها، واستثمار الاماكن الغير مستغله. ايضا هذا الصندوق صندوق خاص بمواجهه التحديات والمخاطر الناجمه عن التغير المناخي. بدانا نتكلم عن المدن المستدامه. انا محتاج اهيئ الجو والمناخ اللي انا من خلاله اقدر اهدي حده التحديات او المخاطر الناجمه عن التغير المناخي. عشان كده هنقدر نقول انها مرتبطه بالمبادره الدوليه للصمود العمراني المستدام. يعني صمود عمراني مستدام. هقسم الكلمه لجزئين. صمود عمراني، انا محتاج في خطر يداهم، ويمكن اتكلمت في اذابه الجليد، فبيرتفع سطح البحر فبيضغط على بعض الدول فبتختفي بعض المناطق. لما النهارده اعمل انا، يعني حضرتك بتشوفي في منطقه مهدده بالزلازل او منطقه زلازل خطر جدا، بعمل ايه؟ في داخل البنيه التحتيه او الاساسيه الخاصه بالعماير او بالمنازل، بتبقى على امر الناس الفنيين في الهندسه المعماريه بيتكلموا عنها، بيبقى في حاجات داخل الاساس بتتحمل الارتطامات
فبيقوي المنزل. فانا من هنا عملت صمود عمراني، المنزل يكون في حاله صمود. صمود لايه؟ صمود للتحديات. صمود لايه؟ صمود للمخاطر. الصمود العمراني المستدام، يعني انا بعمل صمود عمراني يتحمل المخاطر حاليا ومستقبلا. فبدات بمواصفات معينه من خلال المبادرتين، وحضرتك محتاجه ان انا اربط بين الصمود العمراني المستدام والمدن المستدامه، كلاهما قريبين من امر واحد. انا هنا بعمل، او الدوله المصريه بتعمل على الماتشنج، بتعمل عمليه التوافق او الانسجام او الاتساق بين هاتان المبادرتان، واخد منهم ما يعني انا النهارده لما اعمل صمود عمراني مستدام ومدن مستدام، المدن المستدامه تصلح للحالي وللمستقبلي. الصمود العمراني ان المباني اللي انا بشتغل عليها حاليا في ظل المبادره او هشتغل عليها من خطه الدوله لهذا النسق، ابدا يكون لديها الصمود للتغيرات. حضرتك بكل بساطه عشان الساده المشاهدين، النهارده لما يبقى عندي سطح منزل، وسطح المنزل ده بيتعرض للعوامل الجويه، ببدا اعمل ايه؟ ببدا اطلع فوق السطح واجيب طبقه عازله، ويعني بعمل طبقه عازله عشان المنزل، سطح المنزل ما يتاثرش بعوامل الجو، اذا كان مطر ولا اذا كان شمس. طيب انا بتكلم في العادي. طب انا لما اتكلم بقى في ظل التغير المناخي ويبدا عندي درجات حراره اعلى من معدلاتها ودرجات بروده اقل من معدلاتها، هبدا اعمل ايه؟ لازم ابني المباني يكون لديها الصمود العمراني حاليا ومستقبلا. دكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، شكرا لحضرتك. أشكرك يا فندم. أعزائي المشاهدين، بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من قلب القاهرة.